فيديو اليوم حنتكلم عن أهم موضوع، أكثر حدث أو أكثر شيء متداول عندنا هنا في الساحة الصومالية اللي هو موضوع الضريبة. هل راح تنفرض ضرائب عندنا هنا في الصومال؟ هل حيكون في ضريبة على الدخل، على الفرد، على التجار؟ إيش هي التفاصيل؟ وكم مقدار هذه الضريبة؟ وكيف راح تأثر على دخل المواطن وعلى الفرد؟ وكيف حيتعامل الشعب مع هذا الموضوع؟ خليكم معنا. مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. للي ما يعرفني، أنا منى من مواليد السعودية، انتقلت للصومال من 2018. هذه الفيديوهات بشارك معاكم تجربتي واستكشافي للبلد، فاللي حاب هذا المحتوى يشترك في القناة ويفعل الجرس، وأكيد لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا أكيد بيدعم القناة. خليكم معنا. زي ما شفتوا من العنوان إنه حيكون في ضرائب قريبا في الصومال. هل هذا الشيء إشاعة؟ هل هذا الشيء مؤكد أو لا؟ خليكم معنا. الضرائب، وما أدراك ما الضرائب. أكيد هذه كلمة ما هي محببة عند الكل، خاصة مواليد السعودية، لأنه الأغلب انتقل بعد موضوع الضرائب في السعودية. فإيش حكاية الضرائب هنا عندنا في الصومال، وإيش اللي فهمناه من خطاب الرئيس؟ طبعا موضوع الضريبة أو الضرائب عموما موجودة في أغلب الدول. يا ريت ارجع 2010 ما كنا نسمع بالكلمه هذه. المهم، الموضوع الضريبه هذا موجود من زمان في كل الدول. كل دوله بتفرض ضرائب بطريقه محدده، طبعا من غير مقارنه بين الدول، لكن غالبا في الدول الاوروبيه غالبا بتكون في ضريبه على الدخل. غالبا المهاجرين عارفين هذا الشيء، هو اكثر شيء بيشتكوا منه. بتوصل ضريبه الدوله على الدخل ما بين 40 ل 30%. طبعا من غير مقارنة في الدول، لكن بتكون في خدمات مقدمة من الدولة نفسها في مقابل هذه الضريبة اللي بتتاخذ من المواطنين. لكن اللي احنا هنا بنتكلم عنه، الضريبة اللي راح تتاخذ هنا عندنا في الصومال حتكون ضريبة كم مقدارها؟ حتكون على الدخل، على الفرد، حتكون على المستثمرين فقط أو أصحاب المشاريع التجارية. بعد آخر خطاب للرئيس، الشيء اللي يتكلم عنه، خصوصا انه بعد ما موضوع الضريبه هذا الكثير سمع عنه، كثير من الشعب خرجوا في مظاهرات، خرجوا يعني يستنكروا هذا الشيء، لانه فعلا احنا ما احنا في وقت يعني يسمح لنا انه ايش نساهم بضريبه. فبعد موضوع الشغب وصار في بعض المظاهرات، خرج الرئيس في خطاب. مجمل الخطاب انا ما سمعته، لكن سمعت المختصر، اللي هو قال انه الضريبه هذه ما راح تكون على الافراد، ما حتكون طبعا على التعاملات الماليه اللي بتكون على بين الافراد، انما راح تكون على الميرشنت، اللي هو حساب البائع. اللي ما يعرف، طبعا احنا هنا في الصومال بنستخدم الاي في سي، نظام الاي في سي اللي هو نرسل الفلوس باستخدام الجوال. يعني ما بنستخدم كثير الكاش وما بنستخدم الكارت كثير. في ناس بيستخدموا الكارت، لكن الوسيله رقم واحد في استخدام النقود هنا عندنا هي عن طريق الجوال وعن طريق نظام اي في سي وبعض الانظمه الثانيه. فالاي في سي له نوعين: اي في سي فردي للشخص العادي، وفي اي في سي تجاري او ميرشنت اكاونت اللي هو حساب البائع. فهذا اللي قال عنه الرئيس انه حيكون عليه ضريبه. طبعا الان ما تم تطبيق الضريبه لحد علمي، لحد وقت تسجيل الفيديو هذا الان ما تم تطبيقها، لكن وما عندنا فكره حتكون يعني مقدارها بالضبط كم حيكون. بالإضافة حتكون على كل أصحاب المشاريع أو المستثمرين، أو مو المستثمرين، التجار. خلينا نكون أوضح. حساب ميرشنت بيكون غالبا للتجار. أنا لما كنت فاتحة المطعم أو الكافيتيريا حقتي، خليني أقول الكافيتيريا حقتي لما كنت فاتحتها، أكيد كنت فاتحة حساب ميرشنت، لأنه هو الحساب اللي بيستخدم في الأغراض التجارية. وعشان تفتح الحساب هذا لازم يكون في عندك صك تجاري. فالحساب هذا الميرشنت ممكن أي شخص عنده يعني تجارة أو بزنس صغير حتى ممكن يقدر يفتحه. فهل حيكون على كل الميرشنت أكاونت، ولا حيكون في تيرز أو ممكن نقول مستويات؟ وكيف حيتعامل الشعب؟ لأنه كثير يعني خصوصا إحنا في عصر السوشيال ميديا، أنا أحب أقول إنه أول كان يعني بيقولوا الصحافة هي السلطة الرابعة، دحين صارت السوشيال ميديا السلطة الخامسة. ففي السوشيال ميديا يعني الغالب كان بيتداول سؤال مهم هو اللي انطرح: هل إذا تم تطبيق الضريبة هذه على حساب التاجر أو المرشد، أكيد هذا الشيء راح يخلي التاجر إنه يرفع الأسعار، وبالتالي المواطن كذا لكذا حيدفع الضريبة،
سواء كان حيدفعها دايركت أو اندايركت، مباشر أو غير مباشر. طبعا أنا كرأيي منى، طبعا الموضوع أكيد ما نبغى ضريبة، لكن في عندنا احنا في البلد، كل بلد طبعا السلطة التشريعية، أو احنا عندنا كبرلمان هي واحدة من السلطات التشريعية اللي عندنا في البلد. أي قرار لازم البرلمان يصوت على القرار نفسه بالإجماع أو بالرفض. فالموضوع على آخر حد علمي كان إنه تم التصويت عليه بالرفض العادي، لكن أتمنى إنه إن شاء الله الموضوع هذا يعني ياخذوا في وقتهم قبل ما يقرروه أو يطبقوه عندنا. الشيء الثاني إنه أنا سمعت قبل كذا إنه كان في مشروع قرار قبل كذا على ضريبة على الدخل المواشي تقريبا. حاولوا تطبيق هذا القرار لكن تم رفضه وتم محاربته، فما تم قبوله. فأتمنى هذا الشيء كمان بخصوص هذا القرار. أتمنى فيديو اليوم يكون نال إعجابكم. شاركوني برأيكم في التعليقات موضوع الضريبة هذا كيف مأثر على حياتكم، وإذا كنتم متواجدين معايا في مقديشو إيش رأيكم؟ إيش تتوقعوا؟ ممكن في بعض الناس سووا احتياطات، بدأوا ياخذوا فلوس كاش على أساس إيش؟ ما يضطروا إنهم يستخدموا نظام الEFC. فشاركوني برأيكم في التعليقات. أتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا اللايك والإعجاب للفيديو، شاركتوا مع أصدقائكم، واللي ما اشترك يا ريت يشترك. توفيق، مع السلامة.